الشرعي بزاف ديال الاساءه في الشهور الاخيره، بزاف ديال الاساءه للمغرب. ثم من بعد خرج الشرعي منذ ايام، وهذه خطيره جدا، انا ما شفتهاش في الحقيقه، لان قلت ما كنشوفش كيهضر على العلاقه، كيقول لك دول المغرب ومصر والامارات والبحرين والسودان عندهم علاقات، كنهضر في العلاقات الدوليه، علاقات دبلوماسيه مع اسرائيل. كيخرج كيقول لك هذه العلاقات تتم باش كيقول لك بالكفيل، كيردوا العلاقات باوامر ديال الكفيل. واش هذا اسلوب؟ واش هذا اسلوب؟ هذا اسلوب ديال الجهل. شنو هو الكفيل؟ هذا في الدماغ عنده الكفيل هو ذاك الكفيل اللي كان في بعض الدول وباقي في الدول ديال الخليج. اذا لان الشرعي عنده كفيل ربما في قطر بغى يدير هاد الدول هذه بان الولايات المتحده الامريكيه هي كفيل ديالها. واش هذا كلام يقال؟ هذا كلام يقال، هذا كلام جاهل. هذا واش هذا كلام يتقال؟ هذه هضره تقال. واش هذا ما كيعرفش المغرب مزيان؟ انت قلتي هاد الهضره هذه، واش ملي جيتي للمغرب كنتي كدور في المغرب بان لك شي امريكي كيعطي الاوامر؟ ولا واش بان لك شي امريكي واقف في شي بلاصه كيعطي الاوامر؟ ولا سمعتي بشي امريكي كيعطي الاوامر؟ ولا شتي شي امريكي حنا المغاربه مثلا كيعطينا شي اوامر؟ اولا هذا النوع ديال التصريحات هذا راه كيعبر على واحد الاضطراب في الهويه، خصنا نعرفوها الناس. شرح اضطراب في الهويه، هذا اضطراب في الهويه، اضطراب في الهويه باش نعرفوها. دابا هذا الشرعي هذا غنقول لي واحد الكلمه: اسرائيل موجوده من 1948. ملي يجي غنجي نقول لي اودي جيتي للمغرب كنتي على الاقل غتسول كذا مهزوزا امام الناس، مرتعشا مرتبكا متخبطا، وهو المنار السليمي الذي كان بدا متخبط كذا. اتهمني اتهامات باطله كاذبه ليس لها اساس من الصحه. عندما هو اتصل بي واعطاني ضمانات وزرت المغرب وقطع لي التذكره على حسابه انا والثلاثي المصري، وقال لي انت في بلد ديمقراطيه وتقول ما تشاء، المهم لك هنا لا تتعرض للثابت الرئيسي الجامع الرئيسي للمغاربه. ما عدا ذلك نختلف نتفق، واعطاني ضمانات انه في البلد ديمقراطيه وكذا، وانه لا ينبغي على المغربي ان يفتخر بيهودي مغربي يقتل الاطفال في فلسطين. هو استقبلتني وانا هذا. ايش معنى الان ذكرتن؟ ايش معنى الان طلعت تقلب ظهر المجن؟ يا اما انك خنت المغاربه وخنتني، انك اعطيت واحد مشيت معه واكلت معه وشربت معه ونمت في فندق واحد وسافرت برا وبحرا وجوا وطفت البلاد شرقا وغربا، لانه معظم هؤلاء الدكاتره الذين اليوم يعادون اسعد الشرعي ما عرفناهم الا من منصه اسعد الشرعي. شفتوا هذا كله رموه عرض الحائط. اقول لك ايش؟ تطبيع اليهود المغاربه، تطبيع اليهود المغاربه. لا اله الا الله. لا نقول التهم كلها باطله وملفقه. سعد الشرعي قال عندي اضطراب في الهويه. تخيلوا، يمني معظم المغاربه كلهم يفتخرون ان اصولهم يمنيه، ويجي يقول لي انا يمني، يجي يقول لك انت عندك اضطراب في الهويه. سعد الشرعي اليمني من اصل العرب، المنار السليمي يعتبره عنده اضطراب في الهويه. هو الدكتور كان يظن انه هذا الصوت القوي اليمني المؤثر، اليوتيوبر الناجح سعد الشرعي، اذا جئنا به الينا ناكل شويه بسطيله ونجيب له تذكره سفر وكم رحله من هنا وهناك، وبعد ذلك سنسيره كما نسير تلك البرانيين الذين اعتادوا ان ينافقوا المغرب. هو فكرنني من هذا النوع، رغم انني بعثت لهم رسائل، شفت انا حر. حريتي هذه لا يمكن أن يسلبها أحد مهما بلغت مكانته ومهما بلغ حبه عندي. لي رأيي ولي فكري لا يمكن أن أؤطر. الرجل شاف أنه فشل في تأطيري، أو أنه كان واعدهم، أو كان واعد الجماعة اللي كانوا يضغطوا عليه أنه خلوا سعد عليها، أنا أخليه في الجيب. شاف أنه سعد هذا يعني حر،
ما يمكن تأطيره، تنفض يده. كما قلت لكم وأقولها للمرة الألف للدكتور المنار السليمي، أبو مهدي، أم مهدي، دكتور محمد الغالي، دكتور عبد الفتاح بالعمشي، دكتور محمد بودن، الدكاترة كلهم، الدكتور الصنايبي، وكلكم أنتم في حل. إذا أسعد الشرعي سبب لكم حرج عند تجار المقدسات، بكل بساطة لا تشوهوني، أنا لن أسمح، لكن لن أسمح الواحد علشان يرضي طرف آخر من المغاربة يقوم يلفق علي كما لفق علي الدكتور منار السليمي ويطعني في الظهر. لا، واجهوني مواجهة، اطلعوا بكل شجاعة، قولوا يا جماعة أسعد الشرعي لا نعرفه ولا عرفنا ولا ندي ولا حاجة، ولا عندما أزور المغرب ما لكم دخل مني، لا تأتوا عندي ولا أتي عندكم ولا تزورون ولا تزورون.